مهمة، اسمعني. هؤلاء الجماعة الذين يطعنون أو يتهمون واحدة من زوجات النبي بالفاحشة، هؤلاء الجماعة، والذين يقولون علي خالق وعلي رازق، والذين يقولون هؤلاء الجماعة لا يمثلون تشيعا ولا يمثلون دينا، ونحن نراهم في ضلال كبير، نحن نراهم في ضلال عظيم. بل هنالك قضية خطيرة هم لا يلتفتون إليها. هم الآن يضلون الناس وسيحشرون يوم القيامة على أنهم ضلال ويضلون الناس. لاحظ، نحن لا نقبل هذا الكلام، وهذا لا أقوله أنا، هذا يقوله علماؤنا، تقوله مراجعنا، مؤسساتنا الدينية، فهؤلاء لا يمثلون أخي العزيز. صحيح أستاذ. وأنا كمان ضد كل هاي العلماء السني اللي هي بتعمل الفتنة ضد الشيعة، فأنا أرفضها رفضا باتا، وضد هاي الشيوخ وهاي التعصب اللي هو بس فرق تسد. مولانا حبيبي العزيز، اسمح لي من خلالك، أنا أريد أن أقول كلمة، وأريد أن أقول هذه الكلمة للجميع شيعة وسنة. الله سبحانه وتعالى اشترط في إثبات الزنا شهودا 4 على أن يكونوا قد رأوا الفعل بتفاصيله، شهود 4 ويرونه بتفاصيله، عند ذلك يثبت الأمر. هؤلاء من أين أتوا بهذا الكلام؟ والله هذا افتراء، هذا افتراء. أنا لي موقف مع سين وصاد من الناس، ولكن الحق: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يوجد في كتبنا ما يدل على ذلك، والروايات التي يستشهدون بها من صحيح مسلم أو من كتب الشيعة كلها لا تدل على ذلك. ولكن هؤلاء وجدوا حميرا فامتطوهم، لأنه أكو في المجتمع الشيعي ناس، واقع للأسف الشديد كل المجتمعات الأخرى، في المجتمع السني والمجتمع الشيعي وكل المجتمعات، أكو ناس عقولهم عقول الحمير، فيجي واحد يركبهم. صحيح.